عدنا بالموسم الثالث من أنمي جوجوتسو كايسن، فاستعد كده يا صديقي لأن الحلقة مليانة قتالات حاجة من النوادر. بس قبل ما نبدأ عاوزين نوصل الفيديو ل 500 لايك، أكيد مش مستحيلة عليكم يعني. وتعال أفكرك باللي حصل في الموسم الثاني. في الموسم اللي فات شفنا ماضي غوجو ساتورو، وعرفنا ازاي صديقه المقرب جيتو بها عدو الأول، وبعدها شفنا حادثة شوبويا، ودي كانت خطة شيطانية هدفها حاجة واحدة وهي ختم غوجو ساتورو، وللأسف نجحوا في كده. وبعد كده نانيمو ونوبارا اتصابوا إصابات خطيرة، وسكونا قدر يسيطر على إيتادوري ونزل تدمير في المكان كله، واللعنات بدأت تغزو اليابان، وتم تكليف يوتا بقتل إيتادوري لأنهم مفكرين لو تم قتله هيخلصوا من شر سكونا. فهل هيقدروا يفكوا ختم غوجو؟ وما هو مصير إيتادوري وأصدقائه؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، وهنبدأ بقى أحداث أرك لعبة الإعدام. فاستعد يا صديقي لأن اللي جاي دمار، وأحب أفكرك إنك لازم تدعمنا عشان نستمر. وبس كده خلينا نبدأ أحداث الموسم الثالث. بيبدأ الموسم بقى بيوت عشيرة الزنين، وبنشوف واحد ماشي اسمه نوايا، وبيوصل عنده 2 كمان، واحد اسمه اوغي والتاني اسمه جينيتشي. وبنعرف ان قائد العشيرة على مشارف الموت، عشان كده لازم يختاروا زعيم للعشيرة. نوايا بيكون لسانه طويل حبتين، عشان كده اول ما بيدخل البيت عرك هو وجينيتشي، ولكن اوغي بيفصلهم. وفي اللحظة دي بيدخل عليهم رجل عجوز بيعرفهم ان زعيم العشيرة فارق الحياة، والكل بيكون حزين الا نوايا لانه هو الورث الشرعي. بس للاسف الزعيم بيكون عامل وصية. العجوز بيفتح الرسالة وبيقول لهم ان الزعيم الجديد هو نوايا، وبكده يقدر يتحكم في جميع الادوات الملعونة. ولكن للاسف الفرحة مش بتكمل، لان الزعيم كان عامل عقد مع غوجو ساتورو، والعقد ده لازم يتنفذ. العقد بيقول ان لو غوجو ساتورو قد قتل او حصلت لي اي حاجة، فميغامي هو اللي هيكون قائد عشيرة الزنين، ويقدر يتحكم في كل الادوات الملعونة. اوبا، يعني على الفرحة اللي ما كملتش. نوايا طبعا بيتعصب من الخبر ده، وبيقرر يعمل حاجة مجنونة. بيسأل الخادمة عن مكان تواجد مغومي. الخادمة بتعرفه انه راح وراء إيتادوري. نوايا المجنون قرر يخلص على إيتادوري ومغومي عشان يسيطر على كرسي الزعامة. وبنروح أخيرا لعمك إيتادوري. شوزو بيوصل عنده وبيسأله عن الإصابة بتاعته. إيتادوري بيقول له إنه دلوقتي أحسن، وأكيد ده بسبب سكونا. بس إيتادوري بيكون حاسس إن في حاجة غلط هتحصل. شوزو بيحاول يطمنه، والاتنين بيروحوا عشان يخلصوا على اللعنات اللي في المدينة. إيتادوري بيوصل لهناك وبيسقف، وبوم لعنات كتيرة بتظهر من العدم. إيتادوري بيهرب منهم بكل سرعته، وفي لعنات كانت هتخلص عليه ولكنه بيقدر يفلت منها. إيتادوري بيسحب اللعنات لتحت الجسم، وشكله مجهز ليهم كمين جامد. إيتادوري بيوصل لهناك وبينادم على تشوزو، وبوم تشوزو بيفعل مهارة الدم الساقي وبيخلص عليهم كلهم. وفي لعنة بتكون ورا تشوزو، ولكن إيتادوري بيخلص عليها، وبيكون فرحان لأنه مفكر كده إنه بيكفر عن أخطائه. وفجأة بيظهر عندهم نوايا، وبيكون مستغرب لأن مغمي مش موجود، وكمان بيكون مستغرب لأن إيتادوري مش بيهرب منه، وبيدرك إنه معرفش إن تم الحكم عليه بالإعدام. نوايا بيظهر من خلف إيتادوري وبيضرب بوكس قوي، وبينطلق على تشوزو بيكسر وشه حرفيا. بس وفجأة التلاتة بيشعروا بقوة ملعونة قوية جدا. تدرو بيكون مفكرها قوة غوجو، ولكن ازاي وهو مختوم. وبيظهر عندهم يوتا. اوبا، شكلها تكون مجزرة. يوتا بينزل على الأرض بيدمرها، وبيسأل من فيهم إيتادوري. شوزو بيدرك إن ده المكلف بمهمة الإعدام، وكلام نوايا صحيح. نوايا الخبيث بينادم عليه وبيقول له أنا حليفك يلا. يوتا بيسأله أنت مين؟ هو بيعرف عن نفسه وانه هنا عشان يخلص على الاتنين دول. شوزو بيطلب من إيتادوري يهرب وما يقتلش يوتا لانه شخص في قوة غوجو ساتورو، وبيتفق انهم يتقابلوا عند البرج. شوزو بيبدأ بالهجوم وإيتادوري بيهرب، ولكن يوتا بيكون وراه. إيتادوري بيكون مصدوم من سرعة يوتا لأن قدر يحصلوه، ويوتا بيعترف بسرعة إيتادوري. وبنرجع لشوزو، هو بيقول له أنا عارف قوتك، أنت بتقدر تتلاعب في الدماء، وبيفضل يقلل منه شوية. وتشوزو بتعصب من كلامه ده، وفجأة بتظهر لعنة من أحد المباني، وبنرجع لإيتادوري اللي يوتا بيكون مثبته بالسيف. إيتادوري بيحاول يهرب ولكن ده بيجرحه في وشه. يوتا بيهجم عليه وإيتادوري شغالة تتفادى الهجمات مش أكتر. إيتادوري بيحاول يهرب ولكنه بيقع على الأرض. يوتا بيفعل الطاقة الملعونة بتاعته، وإيتادوري بيكون مصدوم منها.
يوتا بيقول له أنا قوتي أكبر من غوجو ساتورو، ولكن للأسف قوتي أنا بتتسرب. ولكن غوجو بفضل الست عيون فقوته الملعونة زي ما هي، عشان كده المعلم غوجو هيفضل أقوى مني. يوتا بيستعد وبيهجم على إيتادوري اللي بيكون مش قادر يرى تحركاته بسبب قوته الكبيرة. إيتادوري بيفعل قوته بنط داخل العربية، ولكن مش بيقدر يهرب منه، ولكن في المقابل حصل على سكينة يقاتل بيها. يوتا بيهجم عليه، ولكن إيتادوري بيغلف السكينة بالطاقة الملعونة وبيقدر يتصدى ليه. بس المشكلة إن جسم يوتا محبل كامل بالطاقة الملعونة. يوتا بيضربه ضربة بتجيب أجله. إيتادوري مش بيستسلم وبيرجع يهجم عليه، بس وفجأة لعنة بتظهر وبتمسك إيتادوري، وطبعا دي بتكون لعنة ريكا اللي ظهرت لأنها حست إن إيتادوري بيشكل خطر على عمنا يوتا. يوتا بيقول لها مفيش حاجة، احنا كنا بنلعب مش أكتر. وإيتادوري بيكون مصدوم من المنظر ده. يوتا في لمح البصر بيظهر عنده وبيطعنه في قلبه، وسكونا بيحس إن في حاجة غلط. فبنرجع لتشوزو اللي مش بيكون قادر يعمل حاجة عن خصمه، لأن مهارة نوايا إنه يثبت الصورة بتاعت خصمه ويضربه زي ما هو عاوز، وأكيد مش هيقدر يصمد أمام القوة الجبارة دي. نوا بيعترف بقوة تشوزو وبيسأله هو مين. تشوزو بكل فخر بيقول له أنا الأخ الأكبر ل10 إخوان. نوا بيقول له أنا بسألك عن التقنية. نوا مش بيهتم وبيرجع يهجم عليه، ولكن تشوزو بيكون قادر يجري شوية. بس للأسف نوا الغدار بيهجم عليه وبيغفله بضربة قوية وبيكون معاه سكين خفية. تشوزو بيتعصب منه وبيعمل شلال من الدماء. نوا بيكون مصدوم ازاي قادر يقاتل بعد كل ده، واللي ما يعرفوش ان تشوزو نصه لعنة ونصه انسان. تشوزو بيبدأ بالهجوم عليه، وعمك نوايا شغالة تتفادى في الهجمات، بس اصلا كل ده خطة من تشوزو عشان يخلي الدم يلمس نوايا. وبالفعل تشوزو بيستغل قوته وبيخلي الدم تقيل جدا. نوا بيحاول يتحرك ولكن حركته بتكون بطيئة. تشوزو بيستغل الفرصة وبيقوم عليه وبيقدر انه يصيبه، وبيقرب منه خلاص هيخلص عليه. بيظهر يوتا بيضربه ضربة بيوقعه، وبيكون ساحب يوجي وراه وبيروح عند نوايا وبيقول له انت طلعت ضعيف يالا. نوايا بيفضل ينزل دم بسبب هجوم تشوزو. يوتا بيقول له رايك عاجلك هستخدم تقنية اللعنة المعكوسة، تقدر تشفي الناس ولكن بالمقابل تبلغ الرؤساء بموت إيتادوري. وبنروح داخل ذكريات إيتادوري لشخص مسك طفل وبيكون اسمه جين، وبيظهر جد إيتادوري وبيقول لي جين لو عشت مع البنت دي فانت هتموت قريب، ولكن جين مش مهتم بالموضوع ده. الجد بيتعصب عليه وبيقول انا عارف انك كنت بتحلم بطفل من زوجتك قبل ما تموت. وفجأة واحدة بتفتح الباب وبتقول له ما الذي تتحدث عنه يا حماي. والصدمة ان دي بتكون ولدة إيتادوري، ولكن دي جثة وفي لعنة مسيطرة عليها. وفجأة إيتادوري بيستيقظ وبيطلع ان كل ده كان فقد الوعي مش اكتر، وبيكون امامه عمك يوتا. وإيتادوري مش فاهم ازاي عايش لحد دلوقتي، بس فجأة يوتا بيفضل يضحك عليه وبيعرفه انه غوجو جاء عنده طلب منه حماية إيتادوري لو حصلت لي حاجة في يوم من الايام، ولكن المنظمة مش غبية عشان تثق فيا، عشان كده عملوا معايا عقد، فكان لازم اخلص عليك عشان العقد ده ينتهي. وبعدها استخدمت قوة المعكوسة وقدرت اعالجك، وبكده يطلع ان يوتا كان بيمثل على المنظمة من البداية. ولسه يتكلموا عن معركة شوبويا بيدخل عليه ميغومي. تدري بيكون مستغرب اللي جابه هنا. ميغومي بيقول له لازم نرجع دلوقتي لمدرسة الثانوية لان الحاجز اللي عليها بدأ يتلاشى وكل مفكر انك ميت. لازم نرجع المدرسة ونعمل اجتماع مع الطلبة كلها عشان نعرف هنعمل ايه. إيتادوري بيكون متضايق من نفسه بيقول له أنا قتلت ناس كتير، أنا المفروض أتعاقب على اللي عملته. ميغوما بيقول له أنت ليه بتشيل فوق طاقتك؟ دي غلطة الكل يا صاحبي مش غلطتك أنت، دلوقتي هدفنا حاجة واحدة وهي إنقاذ الناس. إيتادوري بيقول له طول ما أنت هتكون معايا هتعرض حياتك للخطر. ميغوما مش بيهتم بيطلب مساعدة صديقه يوجي. طبعا يوجي بيوافق انه يساعد اي حد مش لازم يكون صديقه. ميغوما بيكون عاوز ينقذ اخته من لعبة الاعدام. لعبة الاعدام هي لعبة من صنع اللعنة المسيطرة على جيتو. باختصار شديد لعبة الاعدام مكان بيضم اقوى مستخدمين الجوجيتسو، ولازم تجمع نقاط فيها عشان تشتري اي اعتاد او تعدل في قوانين اللعبة. والنقاط بتاخدها لما تقتل اي شخص تاني، وفي الاخير شخص واحد بس يخرج من لعبة الاعدام. يوجي قبل ما يوافق بيطلب من يوتا طلب، وهو لو سكونا قدر يسيطر عليه مرة تانية يخلص عليه. اوبا يوجي حط حياته على المحك عشان ينقذ صحابه. يوتا بيقول له هعمل كل اللي اقدر عليه. يوجي بيسأله عن الخطة. ميغوما بيعرف انهم هيرجعوا للثانوية عشان يتكلموا مع تنغين ساما ويعرفوا طريقها عشان يفكوا الختمة عن الاستاذ غوجو، وعاوزين نعرف منه شوية معلومات كده.
يوجي طبعا بيوافق، ولكن يوتا بيحذرهم لأن في أبواب كتير بتخفي تنغن ساما، ولو دخلت باب غلط انسى انك تقابله. تدري طبعا بينصدم من الكلام ده ولكنه مش بيستسلم. بس وفجأة بيدخل عليهم تشوزو وبيقول له ما تخافوش انا عندي طريقة عشان نختار الباب الصح، ويلا بينا دلوقتي على الثانوية. وبالفعل بيوصلوا هناك وبيلاقوا ماكي وواحدة كمان. يوتا مش بيكون مصدق انهم قدروا يعالجوها، ولكن بسبب انهم استخدموا الطاقة المعكوسة الندبات لسه موجودة على جسمها. ماكي بتسألهم هيعملوا ايه. جوسو بيقول لهم بما ان تنغن ساما موجودة عند الغرفة اللي فيها الادوات الملعونة واللي كمان مدفون فيها جثة واحد من اخواتي، فانا هقدر استشعر الباب اللي هيوصلني ليه. وبكده يكونوا عرفوا هيعملوا ايه. بيوصلوا عند ضريح تنغن ساما وتشوسو بيختار الباب، وبالفعل بيطلع هو الباب الصحيح. وهما ماشيين بيلاقوا بوع الدم في الارض، وجو بيكونوا مفكرين في حاجة حصلت، ولكن ماكي بيتعرفوا انها بوع الدم قديمة خاصة بتوجي. المهم بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لنقطة بيضاء تماما. يوكي بتقول لهم تنغن شكله مش عاوز يقابلنا وكله بيفقد الامل. بس وفجأة بيظهر واحد وبيقول لهم انتوا عاوزين تمشوا بسرعة ولا ايه؟ وبس كده لحد هنا نكون وصلنا لاخر حلقتنا، وده ملخص اول حلقتين من جوجوتسو كايسين. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك. يلا سلام.